السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ آه، اوقات كتير جدا احنا يعني بيبقى صعب علينا نختار الحاجة او نعرف ازاي نختار الحاجة اللي احنا بنحبها. خلاص. ويمكن انا اتكلمت كتير قوي عن الموضوع دوت ان انت عشان تبقى شاطر في اي مجال في شغلك او في مجال الكلاود او في اي حاجة عامة لازم تدور على اللي انت بتحبه. وكنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن حتة ان انت لازم مثلا تسمع تشوف المجال ده الوظائف بتاعته ايه الحاجات دي كلها. وبعد كده تتأكد فعلا ان انت بتحب المجال دوت عشان تعرف تشتغل في الايه، في الكلاود وكده او حتى في اي مجال تاني عامة ان انت تختار شغلك. فالفيديو ده ان شاء الله هيعلمك ازاي ان انت تختار الحاجة اللي انت بتحبها وتتأكد فعلا ان انت بتحبها. وهنضرب بيها مثال بسيط كده. فانا طبعا في الفيديوهات اللي قبل كده يمكن ما كنتش يعني اقول ايه شرحتها بافضل طريقة او بشكل كويس ان الناس تفهمه يعني ايه اختار الحاجة اللي بحبها. فالنهارده ممكن ان شاء الله الفيديو ده يبسط لك الدنيا كلها. فخلينا نخش في الموضوع على طول. انا احكي لكم حكايه كده. كان زمان مثلا وانا صغير كنت يعني ايه بيعجبني جدا شكل الناس اللي بتركب موتوسيكلات وكده. يعني كان نفسي اجرب الموضوع ده عمري ما جربته تقريبا. ف قلت خلاص. كان طبعا والدتي يعني كانت بتخاف من حته ان انت تركب موتوسيكل ولا تأجر ولا الكلام ده كله فما تعملش كده. فكنت دايما خايف من الموضوع دوت. ولما كبرت قلت خلاص انا لما اكبر ما اجي اشتري مثلا عربيه او موتوسيكل هبتدي ان انا ايه افكر اسمه ده يعني هبتدي افكر في الموضوع ده ممكن اركب موتوسيكل والحاجات دي كلها. فانت النهارده مثلا لو جيت تقارن ما بين حاجتين مع بعض مثلا انت اخش كمبيوتر ساينس ولا اخش طب اخش مش عارف اشتغل في مثلا في فانج زي مايكروسوفت وجوجل وامازون ولا اشتغل في شركات عاديه اعمل مش عارف ايه. ففي دايما حاجه اسمها انت اللوجيك وفي حاجه اسمها الحب الجات نفسه اللي هو انت بتفضل ايه. خلاص. ففي الوقت دوت لو انا يرجع بيا الزمن دايما هيبقى في فاكتورز ايه اللي هيحصل لو انا اشتريت عربيه وايه اللي هيحصل لو انا اشتريت اسمه إيه ده موتوسيكل يعني او بايك. فانت هنا العربيه مثلا ممكن تفكر فيها حد بالنسبه لك مثلا اقول والله العربيه في ناحيه الامان مثلا تاخد يعني احسن امان. الموتوسيكل ممكن حد يخبطك وتتنيل. ممكن مثلا تفكر في انه الموتوسيكل والله شكله اشيك وروش وبتاع فممكن تكون في وقتها مثلا انت عاوز تصاحب وتعمل وبتاع فتركب موتوسيكل عشان يبقى شكلك روش وكده. فيرسس ان العربيه شكلك يعني مختلف. ممكن العمليه في العربيه مثلا حته ان انت راكب عربيه وتدفيك في الشتاء وما ينزل لو في مطر ولا حاجه او في شمس فهي تداري عليك. مش عارف ايه الموتوسيكل انت هتاخد كل حاجه في وشك. هتلاقي العربيه مثلا لما تيجي تشيل حاجات كتير في الشنطه ورا فانت هتبقى افضل. وهكذا. فده اللوجيك تقعد تفكر كده انه ده اللوجيك. خلاص. بس انت نفسك في ايه؟ نفسك في موتوسيكل. فالاتنين دول لازم يتقابلوا مع بعض. يعني انت بتقعد تحط حاجات لاختياراتك تقعد تقول والله دي ايه المميزات بتاعت العربية والعيوب في العربية. مثلا انت لو رايح مشوار طويل او مثلا انت ماشي في وسط الزحمة فهتلاقي ان العربية مش هتسعفك هنا. الموتوسيكل هنا يبقى احسن او البايك هتبقى احسن. مثلا يعني ما اعرفش ممكن تكون في مثلا جروب مثلا ناس بتتقابل مع بعض في البايك فهتصاحب على ناس اكتر مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فبص تلاقي ان في لستة كده. الليست دي هو اللوجيك بتاعك اللي هو ايه اللي يحصل لما اشتري عربية ايه اللي يحصل لما اشتري موتوسيكل وايه الريسك هنا وايه الريسك هنا والسيفتي هنا السيفتي هنا. وبعدين تبتدي ترسم زي جدول كده تحط فيه المميزات. وممكن تحط مثلا من 1 ل10 تقول مثلا ايه ان انا والله لو اخترت العربية دي مثلا هتديني في السيفتي مثلا 7. الموتوسيكل هيديني 2. مش عارف انت بالنسبه لك انت ممكن يكون معايير اختياراتك ممكن تقول والله انا السيفتي بالنسبه لي مش مهم عادي. فاهم؟ في ناس كده. او ممكن مثلا تقول والله انا في دوله اسمه ده المرور فيها منظم فمش هخاف قوي من السيفتي ان ممكن حد يخبطني. فعلى حسب معايير المكان اللي انت فيه وظروفك وانت اختياراتك ايه بتبتدي تحط. انا الموتوسيكل نفسي فيه جدا العربيه مش نفسي فيها. فاهم؟ فتبتدي تحط في النهايه وتيجي قمت قررت في النهايه خلاص ان انا ايه لما السكور بتاع العربيه كان بالنسبه لي في الجدول ده اعلى فخلاص انا حطيت اللوجيك وحسيت ان قلبي ارتاح للموضوع. فالقلب او الحب مع اللوجيك دوت
يبتدي ايه يتجمعوا مع بعض، فاداني سكور ان انا هختار العربيه. نفس القصه لو انا هختار ما بين عربيه كهرباء ومش عربيه كهرباء، او اختار ما بين اسمه إيه ده تويوتا وعربيه صيني بي ام دبليو ومش عارف ومرسيدس. آه، ادي لنفسك وقت ان انت تعرف مميزات العربيه دي ايه، ولو ما اشتريتهاش مثلا ممكن يحصل ايه، وايه العيوب والحاجات دي كلها. وبعدين حط لها سكور، والسكور ده سام هاو اللوجيك بتاعك هيبتدي يقنع قلبك انه والله ده الصح. او مثلا انت هتختار هتتجوز واحده هتتجوز، فجاي لها اتنين متقدمين لي، فواحد شكله حلو ومش عارف ايه بس فيه مميزات ان هو كذا، واحد تاني شكله متوسط، واحد تالت شكله معفن، وهكذا. فانت اللي هتختاري في النهايه الشخص ده بناء على اللوجيك الاول اللي هو عنده مميزات ايه، هل مثلا مرتبه كويس، مش عارف اخلاقه عامله ازاي، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، بس شكله مش عاجبني، او ممكن شكله يكون حلو وبس هو شكله ان هو بينرفزني او بيزعق فهتبتدي تفكر باللوجيك دوت. ادي لنفسك وقت انك تعرف عن المجال دوت. هي دي المشكله بتاعت اغلب الناس اللي بشوفها، ان مثلا الاسئله، نوعيات الاسئله بتجيلي اللي هو اختار اني كلاود بروفايدر، مثلا امازون ولا جوجل ولا مايكروسوفت. انا قلت قبل كده في كذا فيديو ان هو ما يفرقوش، ولكن هل ليه انا قلت ما يفرقوش؟ لان انت ممكن تروح تدور على ليه ممكن اختار ده او ده او ده، ليه هو قال ما بيفرقش معاه. فانت لازم تحط برضو الوايز، لو هتقعد تفكر لما تيجي تحل مثلا مشكلة او شايف ان انت مش فاهم لسه، فبتقعد تسأل كتير هو ليه بيقول كذا، هو ليه قال لنا النصيحة الفلانية، طب هو بيزد على ايه، طب اقعد اقرا ورا المحور. ف دايما الحاجات دي هتخبط فيك في اي تكنولوجي حتى تذاكرها. يعني ممكن تلاقي الشغل طلب منك مثلا تكنولوجي الفلانيه والتكنولوجي الفلانيه، اوراكل ولا داتابيز بتاعت مش عارف كذا، ولا اي اي ولا سكيورتي ولا كذا. ايه اللي انا بحبه، ايه اللي انا حاسس ان هو ممكن يمشي مع شخصيتي، فاحط طب ايه الميزه لو انا النهارده ذاكرت، طب ايه الميزه النهارده لو ما ذاكرتش اصلا. ما هو برضو دي حاجه تانية. يعني انا مثلا النهارده لو انا بشتغل وعندي مثلا وبقبض مرتب معين، هل المرتب ده مثلا لو انا نقلت في شركة تانية، هل مثلا او نقلت المجال بتاعي، هل مثلا هاخد فلوس اكتر، ولا مثلا الورك لايف بالانس بتاعتي هتبقى احسن، ولا هل مثلا. فانت تقعد تحط الفيتشرز كلها او كل اللوجيك خلاص اللي تخليك تسأل نفسك انه ليه انا المفروض اعمل الحاجة دي، عشان اصلا مخك يبتدي يشتغل وتقتنع بالموضوع دوت. فدايما يكون عندك يعني كراسة ممكن تستخدمها، ممكن لو عندك ايباد، عندك اي حاجة ترسم عليها وتاخد فيها نوتس، تبتدي تحط الحاجات دي. ممكن تعمل زي برين ستورمنج كده. البرين ستورمنج ده تفضل تكتب كده انا عايز مثلا اذاكر كذا، عاوز اشتغل في الحتة الفلانية، عاوز تقعد تكتب الافكار اللي موجودة في دماغك حتى لو هي افكار غبية عادي. عاوز اجيب عربية، عاوز اتجوز، عاوز اسافر، عاوز اعمل مش عارف ايه وبتاع. بعدين حددت اللي انت عاوزه وتاكدت فعلا ان هو ده اللي انت عاوزه، تبتدي تقول والله انا تبتدي بقى تحط كوميتمنت بقى، تعمل بيسموها ايه اللي هو ديسيشن تريز مثلا، تقعد تكتب بقى بجد كده. هو انا مثلا لو هذاكر من السكيورتي همشي في المجال ده ازاي، محتاج ايه. انا شفت مثلا، فابتدي اقعد ادور على النت، شفت والله فلان الفلاني بيقول ان انت لازم تذاكر انجليزي، اه يبقى الانجليزي هنا مهم. طب لو ما ذاكرتش انجليزي، طب ممكن احط بقى الحته دي برضو، ذاكرت وما ذاكرتش، ارجع تاني للجدول اللي احنا اتكلمنا عنه. لو ذاكرت انجليزي هتفتح لي شغلانات كتير، زي مثلا ممكن اشتغل كاستمر سيرفيس مع فودافون مثلا وبرضه بيقبضوا مرتب كويس. ممكن اشتغل مع شركات سياحة، ممكن اعمل مش عارف ايه، ممكن اعمل ايه. فاللغة بتفتح لي مميزات، فابتدي هنا يحط عندي الحافز ان انا المفروض اذاكر انجليزي. اللي يعرفني يعني يعرف ان انا ما كنتش بحب الانجليزي، بس انا ذاكرت الانجليزي عشان خاطر الاي تي، لان كل المراجع وكل الدوكيومنتيشن وكل حاجه مكتوبه بالانجليزي. وانت في شغلك لازم تطور نفسك، مش هتستنى محمد ولا حسين ولا علي ولا اي حد ان هو يشرح كورس بالعربي، او حتى تستنى كورس مثلا من الكورسات دي تشتريها مثلا بالانجليزي بالعربي يعني. فالافضل ان انت مجرد لما تذاكر انجليزي هتفتح لك افاق كتير جدا، تعرف تذاكر من كورسيرا، تعرف تذاكر من لينكد ان ليرنينج، تعرف تذاكر من بلورال سايت، تعرف تذاكر مش عارف من كل الحاجات اللي موجود بقى، ديب مايند ومش عارف مين ومين ومين والكلام ده كله. وتعرف تحضر مؤتمرات بالانجليزي، تعرف تتابع الاخبار، تعرف تشوف الناس على اليوتيوب عامله ايه مش عارف ايه الكلام ده كله، تعرف تقرا دوكيومنتيشن. فهتلاقي ان اللغه هو الانجليزي بيفتح لك افاق كتير جدا. لازم تحط المميزات دي، ليه انا هعمل ده وليه انا مش هعمل ده.
معروف جدا ان انت عشان تشتغل في شركات كبيره او حتى شركات متوسطه او ايا كان اللي عايز تسافر بره او كده، معروف انت لازم تعرف تتكلم لغه تانية. ما ينفع العربي مش هيسعفك هنا. العربي ممكن يسعفك في السعوديه، ممكن يسعفك في دول الخليج مثلا، بس مش هيسعفك في كل حته انت عاوز تروحها مثلا. فدي مثلا حاجه سبب من الاسباب. طب انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن بقى ترجع تاني للرسمه بتاعتك، ان انت ازاي تعرف تتعلم انجليزي. هل والله انا معايا فلوس فاروح اخد كورس، ولا هتعلم بلدي زي ما انا عملت كده مثلا، وقعدت اتفرج على الافلام الاجنبي واطلع السبتايتلز واسمعها واعيد الفيلم كذا مره لحد ما حفظت كلمات، وبعد كده ممكن استخدم برامج شات ولا حاجه زي سكند لايف، انا كنت حطيت قبل كده الكلام ده كله، واقعد اتكلم مثلا مع ناس وافضل امارس اللغه بشكل يومي، واقعد اقرا في مقالات واقعد مش عارف ايه والكلام ده كله. فمع الوقت هتلاقي نفسك ان انت بتعمل حاجه، او ان انت هتروح تاخد كورس مثلا، فانت هتشوف ايه الحل اللي يتناسب مع شخصيتك انت. مفيش حاجه احسن من حاجه تانية. ففي ناس بتتعلم سيلف ليرن لوحدها، في ناس بتتعلم من كورسات، لازم يكون حد يقعد يمسكهم كده يحضر محاضره ويقعد يتعلم ويدفع فلوس وبتاع والكلام ده كله عشان خاطر يكمت 100%. بعد كده مثلا تبتدي تشوف خلاص انا اتعلمت انجليزي، انا عاجبني برضو مجال الاي تي وعاجبني مجال الكلاود، ما اخش بقى كده شويه على لينكد ان واشوف الوظائف. الناس بتبص على لينكد ان كتايتل، يعني يقول لك كلاود انجينير. انا ذاكرت كورسات كتير جدا وبقدم على كلاود انجينير، ما حدش بيقبلني. بس انا قلت قبل كده كذا مره ان السولوشن اركتكت مثلا في مايكروسوفت غير السولوشن اركتكت في اتش بي، غير السولوشن اركتكت في شركه ميديم، غير السولوشن اركتكت في فودافون، غير في ماستر كارد، غير في شركه تحت السلم. كل واحده فيهم التايتل ده مختلف. فانت اللي بيفرق ايه ان انت مش بتارجت تايتل، انت بتارجت الاكتيفيتيز اللي موجوده، ايه الجوب ديسكريبشن اللي هو بيتكلم عليها، ايه التكنولوجيا اللي هو بيشتغل عليها النهارده، واقدر اماب الماركت ده بقى كله. يعني مثلا اخد طبعا بالذكاء الاصطناعي انت ممكن تعمل ده كمان، يعني ممكن تاخد كل الوظائف الموجوده على لينكد ان بتايتل كلاود انجينير او سيستم ادمنستريتور او اي تي او الحاجات دي كلها، وابتدي احط الكلام ده مع مثلا على اي اسمه ده يعني جي بي تي ولا ال ال ام يعني موجود على الانترنت، زي تشات جي بي تي، زي جيميناي، زي اسمه ده ايا كان يعني اللي انت بتستخدمه، او كوبايلوت. وبعدين تبتدي تتكلم معاه تقول له والله اعمل لي مثلا تيبل عن كل الرولز اللي انا حطيتها لك دي، ايه الديسكريبشن وايه الكلام ده كله وايه المطلوب ان انا اعمله، واعمل لي رود ماب وازاي اروح من هنا لهنا 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 والكلام ده كله. نفترض بقى جيت على مثلا خدت الكلاود رود ماب، وعلى حسب المكان الدوله طبعا، كل دوله السولوشن اركتكت هنا البار بتاعه مختلف، مرتبه مختلف، كل حاجه مختلفه. فلو ممكن تبقى تايتل مثلا جوه مثلا شركه زي مايكروسوفت او امازون او جوجل نفس التايتل بالظبط ونفس الليفل في اوروبا، البار بتاعه التكنيكال بار بتاعه اقل من امريكا، فهتلاقي امريكا بيطلبوا حاجات اعلى بكتير. تلاقي مثلا جنوب افريقيا بيطلبوا حاجات مثلا متوسطه، في المانيا بيطلبوا حاجه تانية خالص. فانت لازم الاول تشوف ظروفك عامله ازاي، تشوف ان انا ايه الامكانيات اللي موجوده عندي النهارده. هل انا معايا فلوس؟ هل انا اقدر اتكلم انجليزي؟ هل اقدر اسافر؟ هل ما اقدرش اسافر؟ هل انا اصلا بره مصر؟ هل انا جوه مصر؟ طب ايه الماركت بيطلب جوه مصر؟ طب الكلام ده كله. بعد بقى لما تقعد تفضل تجمع معلومات، عشان كده دايما تسال ليه انا المفروض اعمل كذا، ليه انا المفروض اروح على لينكد ان، ليه المفروض ان انا اتابع الكورس الفلاني وابتدي اكمله من حد اخر. نفترض ان احنا خلاص قعدنا كده، ممكن تحط مثلا زي رود ماب وانت بتكتب كده او لنفسك على بالوايت بورد. انا هاخد مثلا حوالي 3 شهور اقعد ادور بس على الوظائف اللي موجوده في مصر وبتاع، وممكن اروح من فين لفين. هاخد 3 شهور تاني ابتدي ادور على ايه المتطلبات بتاعه المجال دوت. خلاص هل انا عايز مثلا مبادئ اي تي، يعني ايه اي تي، يعني ايه كلاود كومبيوتنج، يعني ايه نتورك، يعني ايه هاردوير، يعني ايه سوفت وير. هل هروح سوفت وير انجينيرنج ولا هروح ارتفيشال انتليجنس؟ طب مش عارف ايه. طب فانت هتبتدي تحط ايه المميزات دي كلها. بعد ده كله المفروض ده يبني لك اللوجيك اللي انا بقول لك عليه، اللي هو زي كده بتبقى واضحه قدامك. لو انا قلت لك اشتري عربيه ولا موبايل، اشتري كذا ولا كذا، فانت هتبقى عندك حاجات معينه تحطها. ليه لما هجيب عربيه هنبسط بيها، او ليه لما هشتري موبايل هنبسط بيه، وايه الورست كيس سيناريو والحاجات دي كلها. لكن السؤال اللي انت هتساله لنفسك، لو انا ما طورتش من نفسي، لو انا ما ذاكرتش انجليزي، لو انا ما عملتش كذا، ممكن برضو بتسال السؤال التاني. لو انا دلوقتي قعدت زي ما انا كده خايف من الاي اي، وخايف ان اصل الكلام ده، بص يعني الكلام ده من زمان قوي الناس كلها بتقولك لو انت برسم بره المجال فرصك صعبه جدا. ده من ايام 2008 و2005 كله زي بيقولوا نفس الكلام، وفي ناس عادي من بره المجال بتشتغل.
في ناس تقول لك ده الكلاود طلع فالناس كلها خلاص هتقعد في البيت، كان برضو ده في 2016 و2015 الكلام ده اتقال. شركات الهاردوير هتختفي، مش عارف ايه الكلام ده كله. نفس القصه في الارتفيشال انتليجنس دلوقتي، انه حاجه تكنولوجيا طلعت جديده هتقفل وظائف وهتفتح وظائف وهتعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. فالنهارده انا لما اجي اتكلم على مثلا الريسك، فانا هحط الريسك بتاعي انا النهارده في الوظيفه الفلانيه، لو ما ذاكرتش حاجه خلاص انا هفضل في نفس المكان. او لو انا طالب، لو انا مش عارف ايه، او انا هشتغل اي شغلانه عاديه، مثلا عايز اي شغلانه تانية انا مش عاوزها، فانا النهارده لو ما عملتش ده خلاص ما فيش حاجه هتحصل يعني، فاهم؟ فانت عشان كده دايما اقول انت قاعد بتضيع وقتك في المسلسلات، في بتتفرج على مش عارف ايه، على محتوى غير هادف، مش عارف، على حاجات زي كده. وفي النهايه برضو انت خايف تستثمر وقت في المذاكره، تقول انا الناس مستخسره الوقت في المذاكره، تقول انا لو ذاكرت خايف ما اشتغلش. طب ما انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ برضو هي نفس القصه. فانت حط اللوجيك مع الحب دوت، عشان يخليك تقعد ترسم بقى، تبقى انت محدد جدا في الموضوع دوت. تقعد تحط نوتس كتيره، انا عاوز اوصل لفين، عاوز اعمل كذا، طب لما اوصل لها دي هوصل لها ازاي، وهكذا. صدقني لو الاتنين سلموا على بعض، اللوجيك اللي هو تقول مثلا انا دلوقتي، انت ممكن تكون بتحب عربيه حلوه جدا بس تيجي تشتريها يقولك ان التوكيل بتاعها مش كويس، مش عارف قطع غيار عامله ازاي، بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله. وتيجي عربيه تانية انت مش مفضل بالنسبه لك، يعني هي مش مفضله قوي. ممكن مثلا خلينا ناخد مثال الاعتماديه كلها، تويوتا كرولا ولا كامري ولا الكلام ده. تويوتا دايما بيبقى اوبشن الناس كلها متفق عليه ان هي اعتماديه، وان هي يعني عربيه تمشيك وكله تمام. بس في واحد تاني عايز يركب مثلا ما اعرفش سيات، عايز يركب باسات، عايز يركب مثلا اودي، عاوز يركب مش عارف ايه الكلام ده كله. فانت الفكره في النهايه لما بتحط اللوجيك ده جنب بعض هتلاقي ان هو يعني لو اللوجيك، لو انت تشوف بقى المزايا والعيوب بتاع كل مجال، المزايا والعيوب بتاعت مش عارف ايه، لو ما عملتش لو عملت الكلام ده كله، هتلاقي نفسك وصلت لكونكلوجن معين او قرار هتاخده، انه انا يا هكمل في المجال ده يا مش هكمل في المجال ده. بس ما تجيش تخش مثلا، انا بشوف اسئله زي ايه، طلبه ماجستير مثلا تيجي تقول لي انا دلوقتي بعمل ماجستير ومش عارف اذا كنت هخش في السكيورتي ولا هخش في الكلاود، ولا هخش مثلا مش عارف في كذا ولا كذا ولا السوفت وير ولا. طب انت الواحد لما بيجي يعمل ماجستير ده بيكون هو اصلا محدد، هو عارف هو عايز يعمل ايه. مش ان انا دخلت السكيورتي مثلا في عملت ماجستير في السكيورتي ولا عملت ماجستير في الاي اي عشان الناس قالت ان ده حلو. ده غلط. انت لازم تشوف ده بالنسبه لك انت هتحبه ولا لا، ده بالنسبه لك مفيد فعلا ولا لا، هل فعلا هو مطلوب في الماركت ولا لا، مش عارف ايه الكلام ده كله. فلازم تقعد تجمع كل الحاجات ديت، فلازم تاخد وقت كبير قوي تقعد تفكر وتصبر وتشوف انا تجمع اكتر معلومات لحد ما يكون قدام عينك في رود ماب واضحه انا همشي بيها ازاي. والنهارده السنه دي انا هخلص انجليزي، السنه الجايه هبقى على الاقل بعرف كلمات كويسه، على الاقل مش عارف ايه، حط تايم لاين تربط نفسك بيه. وتقعد تفكر طب انا ليه ما بكملش الكورس، طب ليه انا مش فاهم، هل هو ممكن يكون الشخص اللي بيشرح لي ده هو مش كويس مثلا، او اسلوبه مش عاجبني، هل هو مثلا بيتكلم ادفانسد قوي فانا ممكن مثلا اشوف حد تاني، ولا هل انا ممكن مثلا محتاج اكون انا ما بركزش كويس، طب هل انا بطبق عملي ولا ما بطبقش عملي فعشان كده بنسى. فلازم تسأل نفسك المشكلة انا ليه ما بتقدمش في الحتة دي. هل انا جربت اغير الكورس، طب جربت اغير البني ادم، طب جربت اعمل عملي اكتر، طب جربت اقرا من الدوكيومنتيشن، ولا انا لسه زي ما انا بعمل نفس الطريقه. فشوف افعالك بتبقى ماشيه ازاي، وبيطلع بيزد عليها النتائج. النتائج طبعا مش كل الاوقات بتنجح، يعني مش كل الاوقات ممكن تجرب في مجال او اتنين او تلاتة، او تجرب حتى في تكنولوجي، او بتكون تشتغل بتعمل ترابل شوتنج مع كاستمر وتحط احتمالات كتير جدا. بس اكتر حاجه انت يعني اكتر حاجه مشكله في الترابل شوتنج عامه او في البروبلم سولفنج والكلام ده كله، ان انت ما بتبصش مثلا لكام سنه قدام، ما بتبصش لانه انا لو غيرت ده هيفيدني كام سنه قدام مش دلوقتي بس. فما تركزش على اللي هو ايه دايما الكلام بتاع النت ان هو انا اسمه ايه ده، ناس كتير قوي بتحصل كده، يقول لك يقعد يسمع مثلا كلام يقول لك ده انت لما تخش الاي تي هتقبض فلوس كتير جدا، ويخش شغلانه فعلا في الاي تي يلاقي نفسه بياخد له 5 6000 جنيه، فاقول لك انا ضحك عليا. فالموتيفيشن بتاعه الحافز بتاعه يقل، يبطل يتعلم، يبطل ياخد خبرة. دايما المتميز في اي مجال بياخد فلوس كتير، اي مجال. خلاص، فانت لو بتحب المجال دوت شاطر فيه، بتعرف تهتم ان انت تركز على البراندات مثلا، لما انت في الاول ممكن تشتغل في شركات صغيرة تتعلم، بعدين ممكن يجي لك اوفر تاني مثلا مش في نفس تخصصك قوي بس في شركة كبيرة،
فالشركه الكبيره دي بقى تخليك تذاكر برضو وتديك مرتب اعلى سنه، بس تفتح لك لشركات اكبر منها. فانت النهارده ممكن تبتدي ببوزيشن في الاي تي انت مش عاوزه، بس بكره بعد كده تبتدي في بوزيشن افضل، وهكذا. حتى نفس الفكره في قناه اليوتيوب، انا بقيت بحط زي ما بقول لك كده اللي هو السكور، بعمل السكور. لو انا عملت بالعربي، لو انا عملت بالانجليزي، طب الناس هنا ما بتتابعش، طب الناس هنا ما بتدعمش، في ناس بتسرق المحتوى، في ناس بتعمل مش عارف ايه، طب انا هصرف على الكورسات دي ازاي، طب انا هعمل مش عارف كذا. فانا عايز استمر في النهايه، فطلعت بكونكلوجن انا هعمل قناه تانية، القناه دي هقعد اتكلم فيها في اي حاجه تانية خلاص بعيدا عن مجال التك، عشان الناس بتحب الرغي. وفي نفس الوقت انا المجال التك عشان الناس ما تعرفش تسرق كورسات، ما تعرفش تعمل الكلام ده كله، ان انا اجيب اللارجر اودينس، فقمت اقلب بالانجليزي. فانت بتحط كده اللي هو ايه، انا دايما العلاقه اللي ما بيننا مثلا في القناه ان هو انت هتنفست فيا انا هنفست فيك، لكن انت مش هتنفست فيا برضو انا هديك بالجزمه عادي، هزقك برجليا، سوري يعني ما اقصدش اهانه بمعنى اصح، بس هزقك برجليا برضو، هطلعك بره حياتي. فالفكره كلها ان انت لما بتيجي تعمل القرارات دي لازم تشوف المميزات والعيوب ايه، وانت ايه الهدف بتاعك، ليه انا رايح اعمل قناه يوتيوب، ليه رايح اعمل، ليه راح اشتغل، ليه راح اعمل مش عارف كذا الكلام ده كله. فاليوتيوب ليه برضو عيوب، ان انت فارنبل، في ناس عارفه عنك حاجات كتير، بتتحسد على الفاضي، بتعمل مش عارف ايه الكلام ده كله. وفي نفس الوقت في فيزيبيليتي، وفي ان انت بتبقى بتبني براند لنفسك، وممكن تروح من شركه لشركه وبورتفوليو وبتاع ومش عارف ايه، وبتتعلم منه كتير، وبتتعلم من اسئله الناس، وبتكبر ككارير وبتاع ومش عارف ايه كده اهوت. فكل حاجه ليها مزايا وعيوب، لو العيوب بتاعتها غلبت المزايا وانت بتحب، انت عاوز تعمل مثلا يوتيوب، فلازم تفكر بقى في ساعتها هنا، هل المزايا غلبت الحب، ولا الحب هو اللي غلب او المزايا اتوافقت مع الحب. بس فدي ازاي تعرف تختار ما بين اتنين اوبشن. اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.